السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للمعلم. جهود للسيطرة على جراد الأشجار في إقليم الكاشبركة. الإريتريين في جوبا والدوحة يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. فرنسا تعلن بدء سحب قواتها العسكرية من النيجر. سبعة قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في شمال شرق سوريا. السعودية وروسيا تؤكدان مواصلة تخفيضات إنتاج النفط. من العناوين إلى التفاصيل. تم الاحتفال بالخامس من أكتوبر اليوم العالمي للمعلمين بمناشط تعكس المناسبة تحت شعار لنعمل على حل مشكلة نقص المعلمين على مستوى العالم. وأوضح ممثل وزير التعليم السيد بيتروس هيل ماريام أن حكومة إريتريا تحدث تغييرات إيجابية على أرض الواقع بالاستثمار الكبير في قطاع التعليم ودعم المجتمع والمعلمين. وقال رئيس جمعية المعلمين الإريترية الأستاذ سايمون محاري أن الحكومة تبذل جهودا جادة لحل مشكلة نقص المعلمين على المستوى الوطني، مضيفا أنه يتعين على المعلمين تعزيز معارفهم ومهاراتهم من خلال التعليم المستمر. وذكرت التمهيد الأرضي للمعلمين للارتقاء بقدراتهم وعمل المعلمين بكل كلل بلا كلل لإحداث التغيير. ونظم في المناسبة سيمينار وفعاليات فنية تعكس مهنة التدريس. يحتفل بيوم الخامس من أكتوبر اليوم العالمي للمعلم للمرة 30 على مستوى العالم وللمرة 27 على مستوى البلاد. تأسست جمعية المعلمين الإريتريين عام 1958 وتضم حاليا نحو 29 ألف عضو، وأصبحت عضوا في اتحاد المعلمين العالمي والإفريقي في العام 1996. دعت وزارة الزراعة إلى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الحكومية للقضاء على تفشي جراد الأشجار في إقليم الكاشبركة. وأعلنت الوزارة ازدياد انتشار جراد الأشجار هذه السنة بالكم والتوسع مقارنة بالسنوات السابقة، وينتشر في مديرية عالي القاش وشامبوكا وبرنتو وغونيا ومولقي وغلوج وموغولو وغردات وسلعة. ورغم عدم حدوث أضرار في المزارع إلا أنه أضر بالأشجار. وذكرت وزارة الزراعة السيطرة على الجراد في مساحة أكثر من 17 ألف هكتار بتعاونها مع الشعب والجيش والإدارات، مناشدة القيام بالمراقبة القوية حتى الحصاد ومنع الانتشار في الإقليم الأخرى. بدأ انتشار جراد الأشجار في إقليم الكاشبركة منذ 4 سنوات، وأخذ يتوسع وينتشر في الهضبة. عقد سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس تخلميكيل سيمينارا في الأول من أكتوبر للإريتريين المقيمين في جوبا. وأوضح السفير يوهانس في السيمينار الذي تناول الأوضاع الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية الراهنة وتقوية التنظيمات الوطنية، أوضح بأن السلام والاستقرار في إريتريا إضافة إلى الشعب الصامد والقيادة الرشيدة والموارد الطبيعية الغنية ستعمل للدفع قدما بالمرحلة الحالية. وأوضح دور ومساهمة الإريتريين في الخارج في مختلف المراحل وحث المواطنين المقيمين في جنوب السودان على زيادة مشاركتهم في التأطيرات الاجتماعية والمراقبة اليقظة للعدائيات. وفي الختام أجاب على استفسارات وأسئلة الحضور. من جهة أخرى، قيم فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في دولة قطر أنشطته وناقش خطط المرحلة المقبلة. وأوضح السكرتير الأول للسفارة الإريترية السيد محمد عثمان موسى أن تفعيل وتنشيط البرامج التي تباطأت بسبب جائحة كوفيد-19 مهمة آنية، مشيدا بالأنشطة المنفذة في السنوات الثلاثة الماضية. وأفاد مسؤول الفرع السيد طاهر محمد آري أن من المهم
تنظيم أنشطة تعريفية بتاريخ الوطن وثورته وبرامج تعليمية إلى جانب جهود دعم برامج التنمية الوطنية. وجرت عملية إعادة تنظيم الفرع. عقدت شرطة الإقليم الجنوبي لقاءات مع سكان 5 مديريات لتعزيز العلاقة العامة مع الشرطة للمساعدة في الحد من الجريمة والحوادث. ودعا قائد شرطة الإقليم العقيد ميكيل تقليا في الاجتماعات التي عقدها من 21 من سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر لسكان مديريات عدقيع وسنعفه وعرزة وأمن حيلي وميمنة الشعب لتقوية التعاون مع الشرطة لكشف الجنات. وقدم شرحا حول الجرائم والمخالفات وحوادث المرور المسجلة في مراكز الشرطة خلال الأشهر الستة الماضية، مشيدا بالدور اللي يقصد للمجتمع في كشفها وحثهم على زيادتها. وأكد المشاركون على أهمية مثل هذه اللقاءات لرفع مستوى الوعي، مذكرين تأهيل الشرطة المجتمعية للقيام بمهامها على أكمل وجه، ونادوا لقطع الأشجار التي تمنع الرؤية على طريق مندفر ابن حيلي، ومواصلة التوعية المرورية خاصة مع بدء السنة الدراسية واستخدام الطلاب للدراجات الهوائية وفتح مركز شرطة في مايدما لكثافة الأنشطة التجارية. من جانبهم دعا مدراء المديريات لضمان استمرارية مثل هذه اللقاءات لدورها في إحداث التغيير المنشود. أفاد مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد أبراهام تخلو نمو 90% من أكثر من 300 ألف شتلة أشجار زرعها أعضاء الفرقة العسكرية 84 في مساحة هكتار، في مساحة 175 هكتارا في منطقة مايدي منت خلال الفترة من العام 2021-2023. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رفقة قادة الفرقة العسكرية وخبراء التشجير. وأعرب قادة مختلف وحدات الفرقة العسكرية عن سعادتهم لنجاح مجهوداتهم والتي تدفعهم لمزيد من الجهد. وأشاد قائد الفرقة العسكرية 84 العقيد ولا مريم تسقاي بالشباب لمشاركاتهم وتفانيهم. تجرى أعمال بناء مؤسسة صحية في ضاحية مزنبة بمديرية صنعاء بتضافر جهود السكان وقوات الدفاع لخدمة ضواحي بحيرته وربناسا ومزنبة. وقال السيد ماتيوس أفورقي عضو قوات الدفاع المشرف على العمل أن الجهود تبذل لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن. وأشاد رئيس لجنة تطوير المشروع السيد تخلى جابرييل بالتفاني الذي أبداه سكان إدارات الضواحي الثلاث وقوات الدفاع. وأوضح مسؤول رئيس الإدارة والمالية في مديرية صنعاء في السيد كفلون جابريز جابيهير أن المشاكل في القطاع الصحي سيتم حلها بمجرد بدء تشغيل المنشآت الصحية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت قيادة الأركان الفرنسية أنها ستبدأ سحب قواتها من النيجر هذا الأسبوع على أن تنتهي العملية بحلول نهاية العام. وأشار مصدر رسمي أن الوضع الأمني في البلاد شهد تدهورا خلال الأيام الأخيرة. وقال مصدر رسمي سنباشر عملية الانسحاب هذا الأسبوع بشكل منتظم وآمن بالتعاون مع النيجيريين، مستندا في ذلك على الانتشار العسكري الشامل بمنطقة الساحل، والذي يتمتع بقدرات استخباراتية وقوات تدخل برية معززة بدعم عسكري إضافي ينطلق من فرنسا في حال الضرورة. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن في 24 من سبتمبر أن إتمام سحب القوات الفرنسية من النيجر سيكون بحلول نهاية العام 2023 وفقا لما طلبت به سلطات البلاد المنبثقة عن الانقلاب العسكري. قتل 7 أشخاص بضربات شنتها تركيا بمسيرات
على أهداف كردية في شمال شرق سوريا وفق حصيلة جديدة أعلنها فرهاد شامي الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية. ووقعت معظم الضربات في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهو تحالف يهيمن عليه الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة. وكانت تركيا قد تعهدت الرد على هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا وتتهم أكراد سوريا بالتنسيق معه. قالت كل من السعودية وروسيا أنهما ستواصلان تخفيضاتهما الطوعية في إنتاج النفط الخام بمقدار 1,300,000 برميل يوميا على التوالي. جاء ذلك في بيانين منفصلين عن البلدين قبل ساعات قليلة من اجتماع للجنة المتابعة الوزارية في تحالف أوبك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي البالغ 1,000,000 برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023 حتى نهاية العام الجاري. في المقابل نقل موقع روسيا اليوم عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله أن بلاده ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط البالغ 300,000 برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023. ويعقد التحالف اجتماعي لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية واتخاذ قرار بشأن آلية للإنتاج للفترة المقبلة. أعلنت أكاديمية نوبل السويدية فوز الكاتب المسرحي النرويجي يوهان فوس بجائزة نوبل للآداب لعام 2023 عن مسرحياته الإبداعية ونثره الذي يعبر عن مسكوت عنه. وسيتسلم فوس البالغ 64 عاما الجائزة في 10 من ديسمبر خلال احتفال رسمي يقام في ستوكهولم تزامنا مع الذكرى السنوية لوفاة العالم ألفريد نوبل عام 1896 وهو الذي أنشأ الجوائز في وصيته الأخيرة. وكانت الروائية الفرنسية أني إيرونا قد أحرزت هذه الجائزة في العام 2022. ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على ميدالية و10 ملايين كرونر سويدية. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. إحياء اليوم العالمي للمعلم. جهود للسيطرة على جراد الأشجار في إقليم القاشبتا. الإريتريون في جوبا والدوحة يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. فرنسا تعلن بدء سحب قواتها العسكرية من النيجر. 7 قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في شمال شرق سوريا. السعودية وروسيا تؤكدان مواصلة تخفيضات إنتاج النفط. ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.